عروس المائدة الرمضانية أو شبح المائدة كما يصفها العديد من الجزائريين خلال شهر رمضان، وهي من بين الحلويات التقليدية التي تتربع على عرش مائدة السهرة الرمضانية. تتطلب صناعتها مادة الزيت والسميد التي تعرف نقصا هذه الأيام، والعينة من مدينة بوفاريك بالبوليدة. الله غالب راك تشوف الزيت راهي ما كاش، رانا نجيب بدون منه نص بدون منه، دير لاشان في روناكو بيطل وزوج قرعه تاع 2 لترات، والخدمه نقصد بزاف بلا ولحقنا سيدنا رمضان ما عندنا والو، ما عندنا لا سلعه لا سميد لا كذا لا كذا لا حتى حاجه. انا ما نلقاوش كيفاش نجيبو، رانا نروحو نديرو لاشين باش نجيبو الزيت هذيا، ما لقيناش كيفاش نخدمو حنايا، لو كان تقعد هكذايا نغلقو. المشكل حنا تاع الزيت، بوفاريك معروفه بالزلابيه والزيت والسميد، رانا في ازمه، رانا نديرو لاشين في السيبيرات، رانا نورمالمون ديروا لنا حل، ديروا لنا نطلبوا من السلطات يديروا لنا حل باش ما نبقاوش نجروا مور الزيت والسميد. من خلال جولتنا الميدانية إلى محلات صنع الزلابية بمدينة بوفاريك بالبوليدة أسابيع قبل حلول شهر رمضان، تبين من أول وهلة التراجع الملحوظ في إنتاج هذه المادة في ظل الإقبال على شراء الحلوى التقليدية. هذو المواد نستحقوهم بزاف الحلويات التقليديه، سورتو بمدينه بوفاريك معروفه بالزلابيه، بدون زوج بيادين ما يكفوكش، دوكا ولاو يتجرونا من السوبيرات للسوبيرات، تجيب زوج منا باش تخدم قيس النص نهار برك. دوكا عندنا كيف راكم حابين نخدموا زلابيه في رمضان، وفروا لنا الزيت والسميد، السميد راه ما كاش والزيت راه ما كاش. هاي زلابيه ملاحه شابه ربي يبارك، وماذا بينا الحوايج هذه تكون متوفره بركه باش نخدموا ارواحنا، راهي شهر رمضان راهو قرب لينا، وجيبوا لنا سميد جيبوا لنا الزيت، خلي الواحد يخدم. رحلة الباعة في البحث عن مادة الزيت والسميد لتوفير كميات كافية منها لقلي زلابية وحلويات أخرى تقليدية باتت مهمة صعبة للغاية.